تفتتح الحلقة أحداثها من النقطة التي توقفت عندها الأنفاس. حمدية تقف شاخصة البصر أمام منزل أبو عثمان بعد أن تسمرت قدماها عند رؤية سعدي جالساً على العتبة. في تلك اللحظة اختلط الحلم بالواقع، وارتجف قلبها بزلزال من الذكريات التي ظنت أنها وئدت. اقتربت خطوة تلو الأخرى، والدموع تسبق كلماتها، لتكتشف الحقيقة المرة التي قلبت موازين توقعاتها. لم يكن الجالس سوى سراب رسمه حنينها الجارف وتعبها النفسي. لقد أدركت حمدية في تلك اللحظة أن سعدي قد انتهى في واقعها، لكنه لا يزال يسكن دهاليز ذاكرتها كحلم أبى أن يكتمل. استدارت حمدية وهي تجر أذيال الخيبة، تنهمر دموعها بغزارة كأنها تغسل بقايا أمل مكسور. ركبت السيارة وهي غارقة في نحيبها، ليلاحظ السائق حالتها ويسألها بقلق: هل أصاب زوجك مكروه؟ لم تجد بداً من مواصلة الكذب، فمسحت دموعها وقالت بضعف: لقد جاء أهل زوجي يسألون عنه، وأخشى أن يكون قد استشهد أو أسر في الجبهة. مضى السائق في طريقه، بينما كانت حمدية تشعر أن شيئاً في أعماقها قد تهشم للأبد. ننتقل إلى بيت أم عدنان، المرأة التي اتخذت من هدم البيوت حرفة لها. تجلس ومعها السائق الذي يتوق للزواج من فريدة، ويبدي استعدادا لبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك. تسأله أم عدنان بخبث: هل أنت مستعد حقا؟ فيجيب بحماس: أريد التقدم لها رسميا. وهنا تصدمه بالحقيقة، لكن فريدة امرأة متزوجة. ارتبك السائق وشعر بضياع الأمل، لكن هجام البيوت طمأنته بنبرة تقطر سما: اترك الأمر لي، احسب لها شهرا واحدا، وبعدها احسب أيام العدة، ثم ستتعالى الهلاهل لزفافكما. لم يفهم السائق مغزى حديثها عن العدة لامرأة لا تزال في ذمة رجل، لكن الواضح أن أم عدنان تحيك مؤامرة شيطانية لقلب حياة فريدة رأسا على عقب، فهل ستنجح في لعبتها القذرة أم ينكشف سترها؟ في منزل أبو محمد تجلس حمدية والقلق يأكل ملامحها. يحاول أبو محمد طمأنتها بمروءته المعهودة: لا تقلقي، سنبحث عن زوجك عباس فاضل ثلج وسنعرف مصيره. سقط قلب حمدية بين قدميها، فهذا الاسم الذي اخترعته في لحظة ارتباك قد يقيدها إلى حبل المشنقة الأخلاقية. انسحبت إلى غرفتها لتواجه نفسها بمرارة: يا حمدية، من أين خرجت بهذه الورطة؟ كل كذبة تتطلب 1000 كذبة بعدها. بدأت تخشى أن يجدوا بالفعل شخصا بهذا الاسم ويكون متزوجا فتهدم بيتا بغير حق. شعرت أن كذبتها التي بدأت صغيرة أصبحت ككرة ثلج تتدحرج لتسحقها، وتساءلت بحسرة: هل سيستر الله علي أم سأغرق في 100,000 غلطة أخرى؟ بينما كانت فريدة تنظف منزل أم عدنان، حاولت الأخيرة استدراجها مجددا لموضوع السائق. ردت فريدة بحزم امرأة شريفة: يا أم عدنان، أنا امرأة متزوجة، فكيف أتطلق من زوجي لأجل رجل آخر؟ لم تستسلم أم عدنان، وحاولت اللعب على وتر العقم قائلة: الكل يعرف وضع زوجك، ستبقين بلا ولد يشد أزرك. انتفضت فريدة كبرياء وقالت: كم من الناس أنجبوا العشرة ثم تركوهم وذهبوا لزوجاتهم وكسروا ظهور آبائهم. وكانت تقصد بكلامها حاتم أبو حمدية الذي تنكر لأبنائه. أضافت فريدة بيقين: زوجي فاضل لا أبدله ب1000 رجل، ورغم أنه لا يعمل إلا أن قلبه طيب، وقد عوضني الله بكريم الذي لا يحرمني حنانه. غادرت فريدة وهي تدمدم بالوفاء، تاركة أم عدنان تغلي في مرجل حقدها. في سكون الليل كانت فريدة تراقب زوجها فاضل وهو يغط في نوم عميق من أثر التعب النفسي. نظرت إليه بعينين تملأهما الرحمة، فهو رغم فقره وتورطه في الديون لم يكن يقصد إلا إسعادها، لكن الحظ لم يحالفه. وفي ركن آخر كان الكريم يتحسر على مستقبله الضائع وكتبه الممزقة بعد أن حرمته سندس وحاتم من الجنسية لدخول الامتحان.
وفجأة انكسر حاجز الصمت بهلاهل فرح منبعثة من بيت أم محمد. لقد عاد عصام من جبهة القتال. ركضت خطيبته بلهفة، وامتلأ البيت بالضحك والدموع بعد غياب طويل في أتون الحرب العراقية الإيرانية. كانت تلك اللحظات من أسمى مشاعر اللقاء التي أعادت للمسلسل بريقه الوجداني. لم تتوقف أفراح بيت أبو محمد عند عودة عصام، بل زف الأب خبراً آخر. لقد تمت ترقيتي في العمل. عمت البهجة، وقرر الجميع الخروج في سفرة للاحتفال في بستان أبو فرحان. فرحت حمدية وقالت بعفوية: هذه أول مرة سأسافر فيها. ليضحك أبو محمد قائلاً: يا ابنتي، نحن ذاهبون لزيارة صديق ولسنا خارج العراق. قضت العائلة يوما لا ينسى بين بساتين النخيل وعلى ضفاف نهر دجلة الخالد. وبينما كان الجميع يضحك، كانت حمدية تراقن أبو محمد بنظرات غريبة، وقالت في نفسها بخبث: عمي طالع مثل القمر، زوجته محظوظة به. وكعادتها، كانت حمدية كلما رأت سعادة في بيت زرعته بعينها التي تفرق الجمع وتشتت الشمل. مرت الأيام، وقرر كريم كالرومي أن يترك أحلامه الدراسية جانباً ليعمل حمالاً ويساعد أسرته في سداد ديون الخال. بكت فريدة بحرقة وهي ترى ابنها يضيع مستقبله بسبب ظلم أبيه، لكن الخال فاضل طمأنها قائلاً: أنا في عمره كنت أعمل في كل شيء. وفي اليوم التالي، وبينما كانت حمدية وأم محمد يذهبان لتنظيف البيت الجديد الذي استأجره أبو محمد بعد الترقية، كان الخال فاضل يجوب الشوارع بحثاً عن عمل يسد به رمق عائلته. فجأة شعر الخال بثقل في صدره وبألم يمزق قلبه. توقف للحظة، أمسك بقميصه وهو يلهث، ثم تهاوى على الأرض مغشياً عليه وسط ذهول المارة. تنتهي الحلقة 20 بمشهد الخال فاضل ممدداً على الرصيف، والناس تتجمع حوله في محاولة لإنقاذه. يبقى السؤال معلقاً في هواء المأساة: هل سيعيش الخال ليكفر عن أخطائه؟ وكيف ستواجه فريدة وكرومي هذه المصيبة الجديدة التي حطت فوق رؤوسهم؟ وما هي الخطوة القادمة في خطة أم عدنان الشيطانية؟ خاتمة التحليل: في هذه الحلقة رأينا كيف يتبدد الوهم سعدي ليحل محله الواقع المر، وكيف تصارع الأصالة فريدة غدر الزمان ومؤامرات هجام البيوت. المواجهات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير حمدية التي بدأت حبال كذبها تلتف حول عنقها. عزيزي المشاهد، تابعونا غدا في ملخص الحلقة القادمة، فالدراما بلغت ذروتها والأسرار على وشك الانفجار.